جمعية بمليون جنيه. بصوا بقى، انا هقول لكم القصة بدأت ازاي. انا نفسي اجيب شقة، ونفسي اجيب عربية، ونفسي ادلع نفسي كده واجيب حاجات حلوة كتير. تمام. فالمهم كلمت صاحبتي العزيزة القريبة مني وقلت لها انا عايزة اجيب عربية وعايزة اجيب شقة، وبعدين يا بنت انا لو ما جبتش دلوقتي هجيب امتى؟ وكنا بنحكي وبندردش، وبعدين قلت لها كحل الشعب المصري كله انا محتاجة اعمل جمعية. ردت عليا وقالت لي جمعيه بكام يا اميره؟ ده انت محتاجه جمعيه ولا بمليون جنيه؟ فقلت لها طب وبعدين؟ قالت لي ايه رايك لو تعملي جمعيه بس مش مع البني ادمين، وبدل ما تكسبي فلوس بس تكسبي حاجات تانية كتير. قلت لها بجد؟ طب يا ريت قوليلي. قالت لي ايه رايك تعملي جمعيه مع ربنا؟ قلت لها ازاي؟ قالت لي الجمعيه دي انت كل ما هيبقى معاكي فلوس هتطلعي منها لله. قلت لها وبعدين؟ قالت لي كل شهر هتزودي الجمعية بتاعتك مع ربنا، يعني مثلا اول شهر هطلع 10 جنيه، تاني شهر هطلع 20، تالت شهر هطلع 30. قلت لها يا بنتي طب وبعدين؟ قالت لي لغاية ما توصلي لرقم كبير. قلت لها وبعدين؟ قالت لي مش بس كده، قالت لي كمان احنا لما هنطلع الفلوس احنا مش بس هنطلع الفلوس وخلاص، احنا كل مرة هنطلع الفلوس بطريقة ذكية. يعني احنا مش هنطلع الفلوس ونرميها كده للناس المساكين وخلاص، لا بالعكس، احنا هنبتدي نفكر في افكار ازاي نطلع الفلوس بطريقة كويسة تفيدهم، وفي نفس الوقت تكون محببة الى الله وربنا يتقبلها مننا. قلت لها يا بنتي انا بس مش فاضيه، وكمان انت عارفه ان انا مش معايا فلوس كتير. قالت لي يا ستي مالكيش دعوه، الفلوس الكتير دي بقى مش علينا، عليه هو. قلت لها طيب والفضيان؟ قالت لي ربنا هيسهلها لك. وفعلا قالت لي اول مره هنطلع الفلوس بدل ما هنطلع ال10 جنيه لوحدها هنروح عند اي واحد خباز ونشتري فطيرايه، مولتو، اي حاجه تكون طريه وتكوني بتحبي تجيبيها ليكي ولاولادك. هي دي الطريقة اللي احنا هنتعامل بيها. لما هنطلع حاجة لله هنطلعها مش كأننا احنا اللي بناخدها، كأننا احنا اللي بناكلها. فانت عايزة تاكلي ازاي وتاخدي ازاي واعملي كده. وفعلا اخدت فطيراية او مولتو ومعاها الفلوس ورحت عطيتهم لصاحبة النصيب. واذا فجأة ال10 جنيه دي رجعت لي بعدها بفترة قليلة وفي نفس الشهر ورجعت لي 100 جنيه. ساعتها عرفت ان انا فعلا داخله جمعيه واحلى من مليون جمعيه كمان. الفرق بقى ان الفلوس مش بس رجعت لي بزياده بكتير اضعاف مضاعفه، ومش بس رجعت لي فلوس، لا ده بالعكس رجعت لي رضا، وقد ايه حسيت ان انا في نعمه كبيره. رجعت لي بطمأنينه، رجعت لي ثقه ان ربنا حاسس بينا وشايفنا، وان احنا مش زي ما احنا كلنا متخيلين وشايفين ان احنا في زمن كله جرايم وحوادث، وان خلاص الواحد شايف طول الوقت الناس في حوادث وناس بتموت وناس بتنهار. لا رجعت لي ثقة ان ربنا هيفضل طول الوقت شايفك، طول الوقت حاسس بيكي، طول الوقت سامعك، وطول الوقت بيتقبل منك الحاجات الحلوة اللي بتعمليها، ومش بس بيقبلها، ده كمان بيرجعها لك احلى واحلى. عشان كده دي مفيش احلى من الجمعية دي. بجد اعملي الجمعية دي وهتشكريني كتير. في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب بيعملوا اطعام، انا الناس دي بحبها جدا، صفحات كتير، ومش بس نساء، لا ده كمان رجال، ناس كتير جدا. حاولي تعملي ده سواء كان بكمية صغيرة او بكمية كبيرة، حتى لو هتعملي اطعام لشخص واحد بس، حتى لو هتطلعي فلوس ب10 جنيه بس بعد كده صدقيني هتعمل فرق كبير قوي. كلنا محتاجين الفرق ده في حياتنا، مش بس فرق فلوس عشان نحس ان احنا عايشين، احنا محتاجين فرق كمان في نفسيتنا، وفرق فعلا ان احنا فعلا احنا اللي محتاجين ربنا كبير، فعلا نحس انه غير حياتنا وغير نفسيتنا، فرق يحسسنا براحة البال. في فيديوهات كتير اطعام تقدري تعمليها، في افكار ما بتخلص، في برضو افكار الناس دلوقتي بما اننا في موسم المدارس بيطلعوا شنط مدارس يجيبوها جديدة ويطلعوها صدقة لله للناس اللي محتاجة شنط ومش قادرة تجيب. في ناس بتروح للمحلات والسوبر ماركات ويشوفوا ايه الناس اصحابها اللي اخدين وعليهم مديونية واخدين طلبات من المحل، ولكن بيكون يعني متأكدين ان الراجل ده صاحب مصداقية وان هو يعني امين، وبيروحوا يسددوا الفلوس دي عن الناس بدون ذكر اسمها. ده برضو صدقة، ده برضو زكاة بنطلعها.
في ناس تانية بتروح تدور على ناس مساكين وبتشوف اللبس اللي عندها زيادة، ويكون اللبس مش مستهلك مش بايظ، يكون اللبس كويس ويروحوا برضو يديهولهم. افكار كتير مش هتخلص، بس انتي فكري ودوري، وصدقيني طول ما انتي بتفكري وتدوري ازاي تقربي من ربنا، ربنا هيقرب منك اكتر ما انتي عايزة تقربي منه. وصدقيني ده مش هيبقى بس ليكي انتي، ده ليكي ولأسرتك، لأي حاجة نفسك فيها. اي حاجة نفسك فيها طلعي قصاد منها صدقة واعملي اطعام واسألي ربنا بعدها، وشوفي الفرق ازاي هيكون كبير. يا رب يكون الفيديو مش طويل عليكم، واسفة على منظر السجادة اللي ورا ده، بس ادعولي بقى اجيب شقة تانية تكون كبيرة عشان المنظر ده ما يظهرش تاني. وسوري على الاضاءة برضو، بس ان شاء الله خير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. باي.